بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين الكرام، وصفتنا اليوم أكلة دجاج بالخضر في آنية الفخار. في الأول ناخد دقيق ونعجنه ونحط عليه شوية خميرة، شوية زيت زيتون، ملح، لبن زبادي، شوية سكر، ونعجن العجينة ونخلي العجينة ترتاح على جنب. وعندنا الخضر، كوسة، جزر، فلفل رومي. نقطع الخضر صغير صغير ونغسلها مظبوط ونحطها على جنب. وفي آنية الفخار نكشن بصل وثوم ونزيد عليها دجاج بعد ما غسلناه ونظفناه، طماطم، كزبرة مفرومين، ليمون، ونزيد كمان بهارات. وبعدين نزيد عليه الخضر ونخليها تنطبخ لمدة 20 دقيقة. وبعد مرور 20 دقيقة ناخد العجينة ونفردها بالفرادة تكون رقيقة، وبعدين نحطها على آنيات الفخار ونسكرها من الجوانب بالعجينة. وناخد بيضة واحدة ونخلطها ونفردها على العجينة بالفرشة، وبعدين نزينها بالسمسم والحبة السوداء وندخلها للفرن لمدة 15 دقيقة لين تستوي العجينة. لما تستوي العجينة نطلعها من الفرن. ها هي آنية الفخار بالدجاج والخضر جاهزة، ونقدمها بألف صحة وعافية.